تخيل نفسك محبوس في زنزانة مظلمة والكل مقتنع إنك جاسوس. العذاب شغال من غير توقف، مفيش رحمة. ومن هنا تبدأ أخطر قصة مع بطلتنا إيفلين سولت. من سنتين كده في كوريا الشمالية، إيفلين سولت مربوطة ومتعذبة. العساكر بيقولوا لها انت جاسوسة مبعوثة عشان تبوظي البرنامج النووي. هي بتقول لا، أنا مش كده، بس هم مش مصدقين وكملوا في تعذيبها. وفجأة يعلنوا إنهم هيسامحوها ويطلعوها في صفقة تبادل أسرى. يظهر تيد وينتر عميل المخابرات يجي يستلمها ويقول لها مايك جوزك هو اللي قلب الدنيا عشانك، قدم طلبات للكونجرس والخارجية والCIA ما كانوش عايزين فضايح فتحركوا غصبا عنهم. يعني بالبلدي مايك أنقذها. دلوقتي في واشنطن سولت ومايك بيحتفلوا بعيد جوازهم، لقطات رومانسية وبوسة. في الشغل سولت بتحاول تظبط المنديل عشان العشاء بس بتبوظها. تيدي يجي يسلم عليها وهي تحكي له إن النهاردة ذكرى جوازها. عميل تاني يجي بملف مهمة جديدة بس تيدي يقول بلاش دلوقتي، خليها بكرة، النهاردة عيدها. وهم ماشيين شون عميل تاني يجري عليهم بيقول في منشق روسي وصل من 10 دقايق ورافض يتكلم مع حد. تيد يقنع سولت تدخل هي تعمل المقابلة عشان هي أشطر واحدة. يدخلوا المنطقة الآمنة، الموبايلات وكل الأجهزة تتقفل في صندوق. المنشق يعرف نفسه أوليج أورلوف، يقول أنا عندي سرطان وروسيا خلاص بتموت، ما عنديش حاجة أخاف عليها. شون يتأكد إنه منشق فعلا، بس الغريب مفيش أي بيانات ليه قبل سنة 1993. سولت تقول له خش في الموضوع. يبدأ يحكي حكاية طويلة من أيام الحرب الباردة. سنة 1975 مصارع روسي اسمه ساشا اتجوز بطلة شطرنج، خلفوا عيل صغير. العيل تعب واتاخد على المستشفى. الناس قالت مات، لكن أورلوف يقول لا، العيل اتخطف عشان يدخل في خطة جبارة لتدمير أمريكا. ويحكي عن أمريكاني اسمه أوزوالد راح روسيا ورجع، بس اللي رجع ما كانش هو، ده كان جاسوس روسي اسمه أليك. والعملية نجحت، ومن هنا بدأوا يدربوا عيال صغيرة في دير مهجور يتعلموا إنجليزي قبل الروسي ويتجهزوا يبقوا عملاء جامدين. تخيل خطة معمولة من وانت طفل صغير. أورلوف يكمل في يوم اسمه يوم إكس اللي هيضرب الضربة الكبرى ضد أمريكا، واللي هينفذ المهمة دي هو K-12. مهمته يسافر نيويورك ويغتال الرئيس الروسي في جنازة نائب الرئيس الأمريكي. الكل يتصدم. أورلوف يكمل كي ده أسطورة من أيام الحرب الباردة. سولت تسأله طب انت عايز ايه مقابل الكلام ده؟ أورلوف يرد أنا مش عايز حاجة، أنا عايز أساعدك تعملي اللي لازم تعمليه. وبعدين فجأة يرمي القنبلة. K-12 اسمه إيفلين سولت. الكل يتجمد. سولت تقول ده اسمي أنا، وهو يرد أيوة انت العميلة الروسية. يا نهار أبيض، الدنيا اتقلبت عليها في ثانية. سولت تطلع بره وتقول لتيد لازم أكلم مايك حالا، لكن بيبدي يوقفها ويقول لها لازم تعملي مسح دماغ نيروسكان. هي تلح، في الآخر يوافق بس يمشي معاها عشان يتأكد. سولت تمسك التليفون تحاول تكلم مايك، تلاقيه مش بيرد. يطلع لها الفويس ميل تقول له اتصل بيا فورا. تيد يحاول يهديها ويقول لها تعالي نروح مكتبي ونظبط الموضوع، بس بيبدي يصر يوديها مكان آمن. في الوقت ده أورلوف ماشي مع 2 من الحرس لحد الأسانسير. فجأة يطلع سكينة من الجزمة ويغزهم بيها. يهرب والجرس يرن في المبنى كله وأورلوف اختفى. يا نهار أبيض، ده الراجل طلع مش سهل خالص. في نفس اللحظة سولت تبان في الكاميرات، يتابعوها ويحبسوها في الدور التاني. هي تمسك مطفأة حريق وتغطي الكاميرات. بيبدي ينده على فريق تكتيكي يجي بسرعة. سولت تفتح الدولاب تجيب حاجات، تخبي كاميرا بملابسها الداخلية وتفك رجل الترابيزة عشان تعملها سلاح. تيد يتصل بيها ويقول الفريق داخل عليكي بعد 30 ثانية، سلمي نفسك. لكن هي تقول له كلمني لما تلاقي مايك. قبل ما الفريق يفتح الغاز سولت تضرب بسلاحها البدائي وتفجر المكان. تاخد مسدس من واحد واقع وتضرب نار، تكسر الإزاز وتنط منه. تجري حافية في الشارع والكاميرات متابعاها. يا جماعة دي سوبر وومن. سولت تركب تاكسي، تتصل تاني بمايك برضو مش بيرد. تتضايق وتكسر الشريحة. توصل البيت تنادي مايك،
مفيش رد. الكلب بتاعهم يجري عليها ياخدها للكرسي المقلوب. هنا تفهم إن مايك اتخطف. فجأة قوات CIA يقتحموا البيت. سولت بسرعة تاخد السلاح وشنطة الظهر، تروح أوضة المكتب وتلم العنكبوت وتحطها في علبة. أول ما الباب يتفجر ترمي قنبلة. المكان انفجر وهي بسرعة تهرب من الشباك وتستخبى ورا التكييف. العميل بيبدأ يدور بس ما يلاقيهاش. هي تتحرك من شباك لشباك، بنت صغيرة من الجيران تفتح لها الشباك. سولت تدخل وتقول لها خلي بالك من الكلب. تغير هدومها بسرعة وهي تفتكر أول مرة قابلت مايك وإزاي خطف قلبها، وبعدين تخرج متنكرة في جاكيت وكاب. وهي ماشية في الشارع تاد يشوفها، يجري وراها وينادي باقي الفريق. الكل يطاردها وسولت تستخبى ورا عربية. بيبودي يوجه عليها سلاحه ويقول لها استسلمي، لكن هي ترد أنا بريئة ولازم ألاقي جوزي، أنا اتنصب عليا. هو يهددها يضربها. فجأة تشوف عربية نقل ماشية تحت الكوبري، تعمل حركة مجنونة وتنط عليها. إيه ده؟ دي بتهرب زي الأفلام الهندي. سولت واقفة على عربية النقل والبوليس قافل الطريق قدامها. تقوم نطة بسرعة على عربية نقل ماشية. العملاء يجروا وراها بالعربيات، وهي ماشية على عربية النقل تلاقي كوبري فوقيها. بيبودي يوجه سلاحه لتحت ويضرب نار عليها، فتجري بسرعة وتنط على عربية تانية. سولت تتعلق بإيد واحدة، بالعافية ترجع تقف تاني. ينهر أبيض، عندها قلب أسد. السواق يشوفها فوق العربية يفرمل فجأة. سولت تتزحلق وتقع على الأرض. تقوم جري تلاقي موتوسيكل معدي، تزق الراجل اللي راكب وتاخده منه. تركب وتهرب منهم بين العربيات. العملاء يحاولوا يضربوها في كتفها عشان يوقفوها، بس هي تفلت منهم وتختفي في الزحمة. بيبودي يقول لتاد لازم نقفل نيويورك كلها، هي أكيد رايحة هناك. بيبودي يبص في ملفها يلاقي إن وهي صغيرة قضت وقت في روسيا. أبوها وأمها ماتوا في حادث عربية سنة 1988 وكانوا شغالين في السفارة الأمريكية. سولت تدخل حمام بار، تفتح صندوق صيانة في الحيطة وتستخدم فوطة صحية عشان توقف نزيف جرحها. تفكر في لحظات حبها مع مايك وتعيط شوية. بعدين تسرق جاكيت من بنت سابته على الباب وتمشي. تركب أتوبيس وتسمع في الراديو خبر جنازة نائب الرئيس هتتعمل في نيويورك والرئيس الروسي هيحضر. سولت تبص للشارع من الشباك وتفتكر اللحظة اللي مايك أنقذها من كوريا الشمالية. مايك كان بيقول لها أنا مستعد أقبل أي حاجة حتى لو أنت مش زي ما باين، وهي اعترفت له أنا بشتغل في CIA، لكنه رد مش مهم، أنا عارفك وعايز أعيش معاكي طول عمري. حب أسطوري بس الخطر حواليهم من كل حتة. سولت توصل نيويورك وتدخل فندق فخم، تاخد أوضة وتسرق شوية هدوم من عربية التنظيف. في الأوضة تحط فلوس وسلاح وذخيرة على السرير. تطلع السم من العنكبوت وتحتفظ بيه، وتطبع خرايط لأنفاق المترو. تبص من الشباك على كنيسة سانت بارثولوميو وتفتكر يوم ما أخدت قسم CIA، فمن غير دعم ساعدني يا رب. بعدها تصبغ شعرها أسود وتجهز للخطوة الجاية. استنى، المفاجأة جاية. اليوم الكبير وصل، جنازة نائب الرئيس في نيويورك. الرئيس الروسي يوصل وسط حماية جامدة. سولت وسط الناس عينيها مركزة عليه. تركب المترو، ترمي ورقة بتطلع دخان وتعمل فوضى. تستغل الهيصة وتنط من القطر وتنزل للأنفاق. معاها الخرايط اللي جهزتها في الفندق. في الكنيسة القداس ماشي، الرئيس الأمريكي بيخطب. تيد وبيبدي قاعدين بيراقبوا من البلكونة. سولت تقتحم من تحت، تنزل سرداب الكنيسة، تواجه حراس تخلص عليهم واحد ورا التاني. البنت دي مش بتهزر خالص. سولت تشوف حارس جاي ناحيتها، تبص في المراية وتشوفه، تهجم عليه فجأة، تطير السلاح برجليها، يتخانقوا سوا. حارس تاني يجي، سولت تاخد السلاح وتضربه وتكمل جري. سولت توصل فوق، تحط جهاز وتفجر المكان. السقف ينهار والرئيس الروسي يقع في حفرة. سولت مستنياه تحت، تطلع سلاحها وتضربه. ينهر أبيض، اغتالت الرئيس الروسي قدام الكل. بيبدي ينزل بسرعة يلاقي الرئيس واقع، يشوف نبضه يلاقيه مات. ينده اقبضوا عليها. الحرس يمسكوها ويكتفوها.
تيد يجي عليها ويزعق لها، بس هي مش مدياه وش. تيد يقول لبيبو دي انت كنت صح، سولت خانت. لكن بيبو دي رد الغريبة إنها كان ممكن تقتلني قبل كده وما عملتش كده، يعني الموضوع مش واضح. تخيل حتى بعد اللي عملته لسه في شك. سولت مربوطة في عربية الشرطة. تفكر وتفتكر وهي صغيرة كانوا بينادوا عليها ناتاشا، لكنها تصرخ جواها اسمي إيفلين سولت. فجأة تضرب العساكر اللي جنبها وتطلع الصاعق الكهرباء اللي معاها تضرب بيه السواق، تخبط السواق في راسه وتخليه يدوس بنزين زيادة. العربية تخبط في عربيات تانية، تتقلب وتنزل من الكوبري على تاكسي. سولت تستغل الفوضى، تاخد المفاتيح، تفك نفسها وتهرب. يا جدعان دي بتهرب من الموت كأنها لعبة. سولت توصل للمركب، هناك أورلوف مستنيها، يحضنها ويقول لها أهلا بعودتك يا ناتاشا. يفكرها إنها ما كانتش المفروض تتجوز إلا لو الجواز ده كان جزء من الخطة، بس هي تقوله أنا اتجوزت عشان أبقى عادية وسط الناس. أورلوف ياخدها للمخزن، تسأل مايك فين؟ هو يرد بكل برود تحت. تنزل تبص تلاقي مايك مربوط ومتكمم في حفرة مية. أورلوف يدي إشارة والمية تبدأ تعلى عليه. مايك يبص لها بخوف وهي ماسكة نفسها عشان ما تفضحش مشاعرها، وقدام عينيها مايك يغرق. يا نهار اسود، مات قدامها وما قدرتش تعمل حاجة. أورلوف يفرح ويقول لها كده أنا اتأكدت إنك لسه معانا. الرجالة يهللوا رجعت أختنا، لكن وهي قاعدة معاه تصب له مشروب. فجأة تضرب الإزازة في دماغه وتغرزها في رقبته، تخلص عليه بإيديها. بعدها تطلع بره تمسك قنبلة وتولع المكان كله، ترمي قنابل وتقتل كل رجالة أورلوف. المكان كله يولع والدخان مال الجو. تخيل رجعت بنت النار والانتقام هو عنوانها. بعد ما خلصت على أورلوف ورجالته، سولت تتحرك على حسب الخطة، توصل لمكان فيه شنايدر، تبصله وتفتكر ملامحه من وهي صغيرة، تقوله انت شنايدر. هو يرد دلوقتي اسمي الكولونيل إدوارد توماس، بقالي 3 سنين شغال في البيت الأبيض. يديها هوية جديدة ويقول لها انتي اللي هتقتلي الرئيس الأمريكي. يا نهار أبيض، الخطة وصلت لحد قلب البيت الأبيض. الليل جه، سولت متنكرة في بدلة ضابط بحرية، تعدي من كل نقاط التفتيش. الأمن يفتشها جامد لكن تعدي. جوه الرئيس الأمريكي يستعد ينزل للبنكر، المخبأ الرئاسي. في نفس الوقت تاد يقول للناس ممكن تكون سولت جاسوسة روسية اتزرعت من زمان، العملية دي اسمها يوم أكس. فجأة شنايدر يشوف الرئيس، يزق سولت ويوقعها على الأرض، يخطف سلاح من الحراسة ويضرب نار. الحرس يردوا بالنار ويقتلوه، لكن قبل شوية يفجر قنبلة. الرئيس يتاخد بسرعة على الأسانسير عشان يروح للبنكر. سولت تقوم جري تشيل الماسك وتغير لبسها بسرعة. تاد يشوفها ويقول أنا شفتها متنكرة كضابط. الحرس يعلنوا حالة الطوارئ. سولت تنط من سلالم وتلحق الأسانسير اللي واخد الرئيس، تنزل في فتحة الأسانسير وتتنطط من دور لدور عشان تلحق بيهم. الرئيس يدخل البنكر، التأمين يقفل، لكن سولت تتسحب وتوقع 2 حراس. تدخل وهي شايلة سلاح. الجنرال يفتح حقيبة النووي، الرئيس يجهز يدي الأكواد. وهنا الصدمة، تاد يطلب من الحرس سلاح، يقولوا له ممنوع غير السيكريت سيرفيس. فجأة يخطف المسدس من الحارس ويضربه بالنار ويقتل باقي الحرس ويكشف حقيقته، أنا اسمي نيكولاي تاركوفسكي. يقعد الرئيس على الكرسي بالعافية ويمسك جهاز الضربة النووية. تخيل تاد اللي كان بيدافع عنها طلع هو الجاسوس الكبير. تاد يقول للرئيس أنا هفجر ضربات نووية على طهران ومكة. الرئيس يرفض وتاد يضربه بالنار قدام سولت. يا نهار اسود، ده مش بس خيانة، ده إعلان حرب عالمية. سولت تشوف المنظر، تدخل تضرب نار، بس الإزاز المضاد للرصاص يحميه. تعمل حركة ذكية، تفك اللوحة وتفتح الباب، تدخل عليهم وتبدأ خناقة عنيفة بينها وبين تاد، إيد في إيد، ضرب في ضرب. تاد يحاول يشغل الإطلاق بس سولت توقفه، تطعنه في كتفه وتلغي العملية قبل ما تتفعل.
في نفس الوقت الحرس دخلوا وضربوا عليها نار لحد ما مسكوها. بره نشوف تاد لسه عايش، وبابي يكتشف إن أرليف ورجالته اتصفوا على إيد حد مش معروف، وده يخليه يعيد حساباته في كل اللي كان مصدقه. ولما سولت بتعدي من قدام تاد وهو بيتعالج عند المسعفين، بيحاول بهدوء يوصل لسكين صغيرة، لكن سولت تسبق تستخدم السلاسل وتخنقه لحد ما يموت. النهاية اللي يستحقها الخاين. سولت تتاخد على هليكوبتر متكلبشة. بيبودي يبصلها ويقول ما حدش هيصدقك حتى لو أنا صدقت. هي ترد في كتير زي تيد وأنا لازم أموتهم كلهم، اديني فرصة وأنا هوفي بوعدي. في لحظة بيبودي يمثل إنه بيضربها، لكنه في الحقيقة يفك الكلبش، وسولت تنط من الهليكوبتر في المية وتختفي. الأخبار تعلن وفاة ناتاشا تشينكوف المعروفة باسم إيفلين سولت. أما سولت هربانة بتجري وسط الغابة، وهدفها الوحيد تخلص على كل الشبكة اللي دمرت حياتها. البنت دي اتحولت لشبح، لا معاهم ولا ضدهم. وكده يبقى وصلنا لنهاية فيلم سولت. لو عجبتكم الحدوتة دوس لايك واشترك في القناة، وسيبولنا كومنت تقولوا هل إيفلين سولت بطلة وطنية ولا عميلة مزدوجة؟